السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال يا رب. جيتكم اليوم بتحلية البرتقال المنعشة اللي تبرد على القلب وسهله مهله ما فيهاش بزاف المكونات. الا عندك شويه تاع الحليب وزوج حبات تاع البرتقال ارواحي نحضروا هاد التحليه اللي تجي بزاف بنينه وتبرد على القلب، تليق لسهراتكم الرمضانيه ويجي القوام تاعها كريمي كما راكم تشوفوا ومعمره بذوق البرتقال. اللي يحبوا البرتقال غير تبعوني وما تعطوش التحليه تاع اليوم بزاف سهله. بلا ما نطول عليكم روحوا ديريكت المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه نجيبوا الكسرونه تاعنا نديروا فيها 2 كيسان تاع الحليب، يكون درجه الحراره تاعهم عاديه يعني ما يكونوش باردين بزاف وما يكونوش سخونين. نديروا 2 كيسان حليب تاع 250 مليلتر، هذا الكأس المعروف. نزيدوا لهم 2 مغارف كبار نتاع السكر، وعلى حسب الذوق نتاعكم تقدروا تزيدوا في السكر حتى ل5 مغارف، كل واحد كيفاش يحب الحلاوه. انا كي درت 2 مغارف جاتني هذيك هي. نزيد لهم 2 مغارف كبار نتاع النشا، والان نجيب حبه تاع التشينا ولا تاع البرتقال تكون كبيره نربيها على الخليط تاعي، نحكام لوزات تاع الحبه تاع البرتقال هذيك، نربي غير القشره الفوقانيه ما نلحقش هذيك الصفراء باش ما تعطيناش المروريه في التحليه تاعنا. ونضيف لها شويه لاروم تاع التشينا الا كان متوفر عندكم، والا كان مش متوفر عندكم ديروا لافاني. نخلطوا كلش بارد في بارد ونروحوا نحطوا الخليط تاعنا فوق النار على نار تكون متوسطه، ونستمر بالتحريك حتى نشوفوا الخليط تاعنا بدا يثقل. هنا راني نخلط على نار متوسطه، نقعد نحرك في التحليه تاعي ما نحيش كامل يدي حتى نتحصلوا على قوام كريمي والتحليه تاعنا تبدا تثقل ودير فيها دوك الفقاعات كما راكم تشوفوا. كي تبدا تشكل فيها دوك الفقاعات الان نطفي عليها والكريمه تاعنا راهي واجده. نحيها من فوق النار وهنا نخلطها شويه حوالي دقيقه هكا باش تروح لها هذيك سخانه بزاف. ونجيب لي فيغين تاوعي ونبدا نعمر الكريمه تاعي في لي فيغين، ندير غير نص الكميه، حنديروا هذه الكريمه الاولى ومن بعد نديروا الكريمه الثانيه نعمروهم للنص. انا هذه الكميه دارت لي 4 تاع لي فيغين هادو اللي راكم تشوفوا فيهم. نخلي هذه الكريمه نتاعي تبرد مليح حوالي نص ساعه هكاك 20 دقيقه حتى تبرد لنا مليح. والان نجو نحضروا الكريمه الثانيه اللي هي عباره عن طبقه البرتقال. في الكريمه تاعي درت 2 حبات برتقال اللي كنت رحيتهم في الروبو، قشرتهم كيما راهم ورحيتهم ولا تعصروهم في العصاره الا كانت متوفره عندكم. يعني هادو 2 كيسان تاع عصير البرتقال كاملين. نضيف عليهم 2 مغارف كبار نتاع السكر. الا كانت التشينه تاعكم حلوه ديروا 2 مغارف كبار كما درت انايا، التشينه تاعي كانت حلوه. وإلا كانت التشينه تاعكم حامضه تقدروا ديروا حتى 3 مغارف ربعه نتاع السكر على حسب التشينه تاعكم. وضفت لهم مغرف كبيره تاع المايزينا. نخلط جميع المكونات بارد في بارد ونروح نحطهم فوق النار حتى يثقل معنا الخليط تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما ثقل لنا الخليط ولنا على شكل كريمه، نجيب لي فيغين تاعي اللي كانت الطبقه الاولى تاعي بردت ونفرغ عليهم هذيك الكريمه من الفوق حتى نعمر كامل لي فيغين تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. هاد الطبقه راح تجيكم بزاف بنينه البنات وراح تجيكم منعشه كما شفتوا، فيها عصير البرتقال طبيعي ما فيهاش مكونات بزاف، يعني هاد التحليه سهله وفي نفس الوقت بزاف بنينه. نعمر كامل هادوك لي فيغين تاوعي ونخليهم يبردوا حوالي 5 دقائق. وهنا التزيين يبقى اختياري، كل وحده تزين على حسب الاختيار نتاعها ولا حسب الموجود. انا قطعت لي طرونش تاع البرتقال هكا كما راكم تشوفوا بهذا الشكل وزينت بهم الفوقه. هنا التحليه تاعي راهي واجده، نروح نحطها في الفريجيدير تبرد مليح حوالي ساعتين. لازم تبردوها مليح باش تجيكم منعشه وتبارده وتبرد على القلب. نتلاقاو في صحن التقديم ان شاء الله. هذه هي التحليه تاعي بعد ما درتها بردت مليح كما راكم تشوفوا. جا الشكل تاعها بزاف شباب وتجي على شكل طبقتين، الطبقه الاولى اللي هي عباره عن كريم باتيسير والطبقه الثانيه اللي هي عباره عن طبقه تاع البرتقال، وتجي بقوام كريمي كما راكم تشوفوا وتجي خفيفه وبزاف بنينه وتبرد على القلب. ان شاء الله تجربوها في سهراتكم الرمضانيه وترجعوا لي الخبر في التعليقات ان شاء الله. الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم حبيباتي ما تنساوش تخلوا لي جيم للفيديو وتخلوا لي ابوني في القناه باش يلحقكم كل جديد. والان ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم الى فيديو قادم ان شاء الله.